السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الدرس رقم 16 من دبلومة كانفا بالعربي، وهنتعلم مع بعض فيها إزاي نعمل تصميم التيشيرت ده. والتصميم ده يبان إن هو معقد شوية بس هو سهل جدا، وهنتعلم مع بعض إزاي نعوج الكلام بالطريقة دي، وإزاي نستخدم العناصر المجانية دي كلها إن احنا نخرج الشكل ده. وعشان تتعلم كانفا بسرعة لازم تطبق بإيدك كتير، فلازم تشتغل ورايا التصميم ده وتوريني النتيجة بتاعتك على جروب التليجرام اللي بعلمك فيه بشكل مجاني مع أكتر من 5000 طالب إزاي تشتغل على كانفا وإزاي تشتغل بيه أونلاين، وهتلاقي جروب في صندوق الوصف. ومش هطول عليكم ويلا بينا نبتدي. وفي الأول زي ما اتعلمنا بنروح على موقع كانفا وبنعمل كرييت ا ديزاين، وبتفتح معانا الشاشة دي فبنختار تيشيرت. وهنا تصميم التيشيرت بتاعي لونه اسود، فهختار هنا اللون وهخليه لون اسود. وبعد كده انا عايز ارسم هنا ريكتانجل، فهروح على elements بتاعتي وهشوف الشكل اللي هو سكوير اطرافه حادة، وهبتدي ان انا اكبر الريكتانجل بتاعي بالشكل اللي انا اشوف مقاسه مناسب. وبالنسبة للشكل اللي عندي فانا اخترت ان هو يكون 6.4 والارتفاع بتاعه يكون 13.2. وهتلاقي الريكتانجل بتاعك هو ليه لون خلفيه وملوش اوتلاين، فانا هنا محتاج يكون ليه اوتلاين وملوش خلفيه، يعني يكون بوردر بس وما يكونش فيه اي حاجه في النص. فهاجي على الايكون دي وهضغط عليها وهفعل هنا البوردر، وبعد ما فعلت البوردر هزود البوردر ويت بتاعي ل10. وهاجي هنا عشان اختار لون البوردر فهختار اللون اللي انت هتشوفه ده اللي هو اللون النبيتي. فانت ممكن تاخد نفس الكالر كود اللي انا استخدمته اللي هو ده وتطبقه عندك في نفس التصميم. وبعد ما عملت اللون بتاع البوردر عايز اشيل اللون الرصاصي اللي في النص، فهضغط على الكالر بتاع البوكس وهعمل نو كالر. وبالتالي انا كده جهزت الريكتانجل اللي انا هعمل عليه التصميم بتاعي. وبعد ما عملت الريكتانجل بتاعي هعمل ريكتانجل تاني زي ما انت شايف كده، وهختاره وهبتدي اخده في الكورنر هنا، وهبتدي ان انا اظبط مقاساته زي ما انا عايز. فهخلي الويدث بتاعه 4.2 وهخلي الهايت 1. وبعد كده هنزله تحت هنا شويه، وهبتدي ان انا اضغط على كلمه بوزيشن، بعد كده ارينج، بعد كده الف الروتيت بتاعي نيجاتيف 3.5. ونيجاتيف هنا علشان انا بلف في الاتجاه ده، لو بلف في الاتجاه التاني كنت هخليها 3.5 بالمنظر اللي انت شايفه ده، انما انا بلف في الاتجاه ده فانا بخليها بالنيجاتيف. وبعد ما لفيت الكونتينر بتاعي هبتدي ان انا اكتب جواه، فهاجي عند التكست تول وهعمل اد هيدنج. وهنا هنيجي نختار اول فونت هنستخدمه في التصميم، هو فونت رياضي اسمه يير بوك سوليد. وعشان تغير الفونت هتضغط على الفونت هنا، بعد كده هتيجي في السيرش بار وتكتب يير بوك، هيطلع لك يير بوك سوليد هنا فهتختاره، وهتبتدي انك تصغر حجم الكلام بتاعك ان هو يكون مثلا 48. ظبط الكونتينر بتاعك، خد الكلام، وبعد ما ظبطت الكونتينر بتاعك هترفع الكلمه فوق علشان تكون في الكونتينر اللي انت اوريدي رسمته فوق، وهتلفه بنفس الزاويه اللي هي نيجاتيف 3.5. هتلاقيه ظبط معاك، هتخش زوم ان تبتدي تظبطه في النص، وبعد كده تكتب الكلمه بتاعتك اللي هي I don't stop. وبعد ما كتبت الكلمه هبتدي ان انا اوسطنها. شايفين كده الرولر، شايفين المنظر، هو ده الوسطنه في الناحيتين. وبعد ما وسطنتها هبتدي ان انا اخلي لونها زي لون الخلفيه اسود. بنكون وصلنا لاول طوبه في التصميم بتاعنا بالشكل اللي انت شايفه ده. وعشان نرتب الطوب صح فهنروح على لايرز هنا وهنختار الاتنين دول ونخليهم جروب واحد لان هما حاجه واحده، عشان قدام لما اخد منها كوبي او نسخه يكون الموضوع سهل. وبعد ما وصلت للشكل ده هاخد نسخه من الكلمه اللي جوه وهبتدي ان انا اعمل كنترول في، فهتطلع لي هنا. هظبط البوزيشن بتاعي ان هي تكون كلمه عدله، فهاجي هنا في ارينج واخلي الزاويه 0. بعد كده هلونها عشان كلنا نشوفها مع بعض، وهنا مش هستخدم اللون الابيض، هستخدم لون الاوف وايت. فهعمل هنا هختار الدرجه بتاعتي وهيكون هو ده اللون النهائي اللي انا هستخدمه، وهكتب الكلمه حقيقيه وين I'm. وبعد كده هظبط الكونتينر، بعد كده هاخد الكلمه دي احطها في الكورنر هنا زي ما انتم شايفين. وبعد ما حطيت الكلمه دي هنا هبتدي ان انا ادور على النجوم في الاليمنتس، فهضغط هنا وهكتب ستار وهسرش. هاخد النجمه الاولى اللي طلعت لي دي من الشيبس هختارها من هنا، وابتدي ان انا اتحكم فيها ان انا اصغرها شويه بالشكل اللي انت شايفه ده، وهبتدي احركها في الكورنر زي ما انتم شايفين، واتحكم في المقاسات بتاعتها ان هي تكون بالشكل اللي انت شايفه. الويدث بتاعها 0.5 والهايت بتاعها 0.4. وبعد كده هاخد نسخه منها واشوف مكانها فين بالظبط من الكلمه هنا اظبطها، بعد كده اسحبها كده ناحيه الشمال تاني واظبط التانية عليها، واخد نسخه ثالثه ونسخه
رابعة. والمسافات انا بظبطها زي ما انتم شايفين، لما بحرك العناصر بيبتدي ان هو الجايد يشتغل معايا ويقيس لي المسافة ما بين عناصر اللي قبلها، فاتاكد دايما المسافة ما بينهم تكون واحدة بالشكل اللي انا عامله ده. وبعد كده هروح على بوزيشن وهروح على لايرز، لان انا مقاس النجوم حاسه كبير فهختارهم كلهم وهبتدي ان انا اصغرهم حاجة بسيطة زي ما انت شايف كده. وبالنسبة للون بتاعي فهروح برضو على اللايرز وهسلكت الاربعة وهعمل كلر هنا وهختار لون سن الفيل اللي انا شغال عليه دلوقتي علشان الشكل يكون وصلنا للمنظر ده. وتأكد دايما ان المسافة اللي موجودة هنا هي المسافة اللي موجودة هنا، حتى لو في فرق يكون حاجة بسيطة ما يكونش حاجة ملحوظة بالعين. ونيجي للجزء المهم اللي هو كلمة تايرد. ازاي هنكتب كلمة تايرد ونخليها معوجة من تحت بزاوية مختلفة من الجنبين؟ وعلشان نلف كلمة تايرد هنحتاج ان احنا نروح لابليكيشن ونسرش على كلمة تايب كرافت، وبعد ما ضغطت على سيرش هتلاقي الابليكيشن موجود هنا فهتضغط عليه. وبعد ما ضغطت عليه هتعمل زي ما كنت بتعمل في الابليكيشن بتاع الجرادينت، هنا هتكتب الكلمة بتاعتك اللي هي تايرد وهتكتبها كلها بالكابيتال. وهتيجي عند الفونت هنا هتختار الفونت التاني عندنا في التصميم اسمه جوثام بلاك، فلو كتبت كلمة جوثام هتلاقي هو فونت واحد اللي هو ده فهتختاره. وطبعا زي ما اتفقنا البريفيو بتاعك بيكون موجود تحت، يعني اي حاجة بتختارها فوق هتبان معاك تحت. والستايل بتاعها انا عايزه يكون نون، واللون بتاعها انا عايزه يكون درجة الاوف وايت اللي انا اخترتها في كلمة وين اي ام. فكتبت اللون بتاعي، بعد كده اقدر ان انا اشوف البريفيو. لو عملت اد element to design هتلاقي الكلمة بتاعتك دخلت في الديزاين بالشكل اللي انت شايفه ده. بس المشكلة هنا ان الكلمة دي عدلة وانا عايز الكلمة تكون ممطوطة بزاوية، يعني حرف الدي يكون نازل تحت وحرف التي يكون طالع فوق، يعني الكلمة تكون عاملة زاوية كده. عشان نعملها هتلاقي ان هنا في نقط عندك على الكلمة تقدر انك تتحكم فيها، بمعنى انك هتمسك النقطة دي تنزلها تحت زي ما انت شايف، وتأكد دايما ان انت بتنزلها على نفس الخط المستقيم بتاع النقطة اللي موجودة فوق هنا علشان ما تشوهش الكلمة. المطلوب انك تنزلها بشكل سوي، فانت بتتحكم في النقط بالشكل اللي انت شايفه ده، تبتدي انك تظبط الكلمة بتاعتك. العملية دي ممكن تاخد وقت حاجة بسيطة، ولكن مع التدريب الكتير هتظبط معاك. وهتلاقيني بعدل في الكلمة وبيبان هنا شكل مختلف ولكن مش بينعكس هنا، فكل اللي عليك انك تعمل ابديت element هتلاقي الشكل هنا اتغير بالشكل اللي انت بتطبقه. فممكن تعمل ترايل اند ايرور لغاية ما توصل للشكل اللي انت عايزه اللي هو الشكل اللي قدامنا ده، وهيكون ده الشكل النهائي بتاع كلمة تايرد. وبعد ما كتبت كلمة تايرد هروح على الاليمنتس عشان ادور على العنصر بتاعي وهو عنصر القبضة، والعنصر ده هلاقيه في كلمة جيم، فهتكتب هنا جيم في السيرش بوكس وتختار من جرافيكس سي اول. وبعد ما كتبت كلمة جيم ونزلت تحت حبة حلوين زي ما احنا شايفين كده، بدور على العنصر بتاعي وهو القبضة او الايد اللي تتناسب مع التصميم. هلاقي ان الفيست او الايد اللي انا عايز استخدمها موجودة هنا وهي مجانية فنقدر كلنا نستخدمها، فهضغط عليها هتجيلي جوه التصميم. اللون الابيض ده انا عايز استبدله باللون الاحمر اللي انا استخدمته في البوردر بتاع البوكس، وهنا اللون ده عايز اخليه اللون الاسود بتاع الخلفية. وهنا زي ما انت شايف بقت الايد بالشكل اللي انا استخدمته، فهبتدي ان انا اكبرها شوية وهبتدي ان انا اعمل لها فليب هوريزونتال بالشكل اللي انت شايفه ده. طيب ليه انا قلبتها عشان زاوية الايد تكون ماشية مع زاوية انحناء الكلمة. وبعد ما ظبطت مقاس الايد بتاعتي بقى ده الشكل النهائي اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي. ولو انت فاكر في اول الفيديو انا قلت لك اعمل جروب هنا عشان هنحتاج ناخد منها نسخة، فالمطلوب انك تاخد نسخة من الكلمة دي وانت ماسك الت شيفت وتنزل بيها، وبعد كده هتيجي على البوزيشن هنا وتضغط على ارينج وتعمل روتيت 16 درجة. وبعد ما عملت روتيت هنغير لون البوكس ده للون سن الفيل اللي احنا استخدمناه بالشكل اللي انت شايفه ده، وهنغير الكلمة دي نخليها اي ستوب، وهتظبط الكونتينر بتاعك بالشكل اللي انت شايفه ده ان هو يا دوب يبقى على قد الكلمة. وعلشان الكلمة دي حجمها صغير فهنحتاج ان احنا نكبر شوية الكونتينر ان هو يكون بالمقاس ده. وفي النهاية وصلنا للشكل اللي انت شايفه ده. وبعد كده هاخد نسخة تانية من اي دونت ستوب وانزل بيها تحت، بعد كده اجيبها في الناحية دي واكتب فيها الكلمة الجديدة when I am، واظبط الكونتينر بتاعي زي ما اتفقنا. وبعد كده هبتدي ان انا اكبره شوية علشان يتناسق مع حجم الكونتينر اللي جنبه بالشكل اللي انت شايفه ده. ولو رجعت لورا هتلاقي ان المنظر بقى عامل كده. المطلوب ان الكونتينر ده يبقى فوق ده، فهبتدي ان انا اظبط اماكن الحاجات بتاعتي ان انا اجيب ده ينزل تحت الايد حاجة بسيطة ولكن كلمة ستوب تكون باينة. بعد كده
هنزل بده حاجة بسيطة تحت بالشكل اللي انت شايفه ده. بعد كده كلمة done هتكون برضو معوجة ولكن بزاوية مختلفة شوية عن الكلمة دي، فهاخد نسخة من الكلمة دي احطها زي ما انت شايف كده. بعد كده هتيجي عشان تظبط الكلمة دي تتكتب ازاي وتلف ازاي، هتضغط على edit هنا. بعد ما تضغط عليها هتروح للشاشة اللي احنا ظبطنا فيها كلمة tired، فهتطلع فوق تاني وتكتب كلمة done. المطلوب ان كلمة done تكون ممطوطة من هنا وصغيرة من هنا، ومن تحت تكون مستوية عشان تمشي مع البوردر بتاعنا بتاع الريكتانجل. وعلشان ما تزولش نفسك عشان ترجع الكلمة لمكانت عليه أصلها من تحت، فهتيجي هنا تضغط على ريسيت شيب، هتلاقيه رجعها لك زي ما هي. المطلوب دلوقتي انك تمط حرف الدي من هنا وتظبط معاه بقية الحروف زي ما انت شايف كده. وزي ما بقولك بالممارسة، ممكن في الأول الموضوع يكون متعب، ولكن لما تبقى متمرس عليه هتلاقي نفسك بتظبطه بسهولة جدا. وطبعا بعد ما ظبطت الزوايا بتاعتي وعملت هنا ابديت للاليمنت ولقيت الاليمنت بتاعي هنا انعكس بالشكل اللي انا ظبطته هنا، هلاقي ان اي ستوب جت فوق كلمه done، وانا مش عايزها تيجي فوقيها، انا عايزها تبقى ماشيه على نفس الكيرف بتاع الانحناء بتاعها. فلو رفعت الكلمه كده هتلاقي في فرق في الانحناء زي ما انت شايف. بص الزاويه هنا عامله ازاي والزاويه بتاعه نزول الكلام عامله ازاي. فمطلوب منك ان انت تظبط الانحناء ان هو يكون ماشي مع الكونتينر اللي فوقيه. فهترجع تاني للكلمه وتفضل انك تظبط فيها لحد ما توصل للشكل المناسب بالشكل اللي انت شايفه ده. دلوقتي لو بصيت هتلاقي المسافة دي هي المسافة دي، وممكن برضو تظبط معاها من هنا حاجة بسيطة جدا بالشكل اللي انت شايفه ده عشان توصل لأحسن حاجة. وهنا انا شايف ان الايد جت فوق كلمة اي ستوب بزيادة، فممكن ان انا امسك الفيست دي والفها حاجة بسيطة بالشكل اللي انت شايفه ده علشان تبعد عن كلمة اي ستوب. وبعدها ممكن ارفع كلمة وين ايام حاجة بسيطة برضو بالشكل اللي انت شايفه، واجيب اي ستوب على الشمال برضو كده شوية علشان اوسع المحتوى عن بعضه، ويبقى الشكل النهائي بتاعنا هو الشكل اللي انت شايفه ده. الفكرة كلها في التصميم، هما في الكلمتين دول هما اكتر حاجتين متعبين، الباقي اعتقد انكم ممكن تعملوهم بسهولة، ولكن صعوبة التصميم ده في تخيله. فلازم تبقى متخيل انت عايز تعمل ايه قبل ما تعمله. وما تنساش لو انت عايز تتعلم ازاي تبقى جرافيك ديزاينر شاطر وازاي تصمم تيشيرتات ولوجوهات ومطبوعات، لازم تنضم لجروب التليجرام وتتعلم بشكل مجاني مع اكتر من 5000 طالب. اتمنى تكونوا استفدتوا بالدرس ده، واشوفكم في دروس جايه كتير.